بيبدأ الفيلم سنة 1984 في معرض لبيع الأسلحة، وبيظهر شاب صغير وهو بطل الفيلم، واللي بنعرف من الأحداث إن اسمه ريك، وهو بيسأل البياع عن كلاشينكوف روسي، بس البياع بيضحك وبيديله الكلاشينكوف المصري على إنه روسي، وبيقول إنه سعره $200. بس البطل بيقول للبياع ان الكلاشينكوف ده مش روسي، بس البياع بيقول له انه عارف ان هو بيبيع ايه، وانه عارف كويس ان الكلاشينكوف الروسي، فلو مش هتشتريه ممكن تروح تشرب حاجه ساقعه احسن. بس البطل بينده على ابوه اللي بيتدخل وبيقول له ان الكلاشينكوف ده مصري، وهنا البياع بيقول للاب انه ممكن ينادي الامن ويرميه هو وابنه بره، بس الاب بيقول له تمام، وانا هقول للامن انك عايز تبيع كلاشينكوف لمراهق عنده 14 سنه، فبيخاف البياع وبيعرض عليهم انه يبيعه على $150، وبيوافق الاب، بس بياخد 2 كلاشينكوف مش واحد، فبيقول له البياع انه كده هيخسر كتير، فبيرد عليه الاب انه يخسر احسن ما يوقفوه عن الشغل، وبيشوف البطل مسدس بيعجبه، فبيقول للبياع انه هياخده فوق البيعه، وفعلا بياخدوا المسدس وبيمشوا، وبنشوفهم وهم راكبين العربيه، وبنعرف هنا انهم عايشين في ديترويت، وبيسأل البطل أبوه إنهم ليه ما مشيوش منها، وإنه على طول بيقول عليها إنها مكان وحش، وبيرد عليه أبوه بيقول له إن الأسد ما ينفعش يسيب عرينه، وبيكملوا كلامهم وبيطلب منه أبوه يبص على الكنبة اللي ورا ويقول له شاف إيه، فبيقول له البطل إن ده جهاز فيديو، بس أبوه بيقول له لأ، ده مش مجرد جهاز، ده مستقبلنا أنا وإنت في يوم من الأيام، هنفتح محل الألعاب الفيديو، ومش هيبقى محل واحد، هيبقى عندنا محلات كتير. وبنعرف هنا ان الفيلم متاخد من قصة حقيقية، وبيقول لابوه انهم هيعدوا ياخدوا اخته ويخرجوا ياكلوا كاستر، بس اول ما بيوصلوا على البيت بيشوف عربية، وبيسأل ابنه هي دي عربية تاي، وبنعرف انه حبيب بنته، وبيتعصب ابوهم جدا، وبياخد البندقية وبيدخل البيت، بيلاقيها بنته اللي نعرف ان اسمها دون فعلا مع حبيبها، وبيعرف انها شاربة مخدرات، وبيقول لها ان مش هيسمح لها انها تدمر حياتها، وبيطرد حبيبها من البيت، وساعتها بيطلب منها تلبس هدومها علشان يخرجوا، بس بنته مش بترضى، وبتقول له ان اوحش اب في الدنيا، وبتجري ورا حبيبها، بس ابوها بيمنعها، وبيركب حبيبها العربية وبيجري، وفي نفس الوقت بيبقى هيخبط عربية جدها وجدتها اللي بنعرف انهم ساكنين في البيت اللي قدامهم، وبيقول لهم الاب ان مفيش حاجة وانهم ممكن يمشوا، بس الجد بينزل من العربية علشان يشوف في ايه، وهنا بتحصل خناقة بين البنت وابوها، وبتقول له انها بتكرهه، وانها كانت فاكرة ان امها سابته علشان يضربها، بس طلعت سابته علشان فاشل، وبيتدخل الجد وبيقول له انها ما تنفعش تكلمك كده، بس الاب بيطلب منه يدخل البيت، بس الجد بيقول لها تتكلم باسلوب كويس مع ابوها، وهنا بتدخل الجدة وبتطلب من الجد ما يدخلش، وبتقول لابنها انه يساعد ابوه ويشيل معاه الحاجات علشان يدخلوا البيت، وهنا بنشوف البطل وهو بيشتغل وبيعمل للكلاشينكوف كاتم للصوت، وبيفهم ابنه ان كده بيخلي بضاعته مختلفة بينهم، وبنشوف البطل نايم واخته بتصحيه علشان تقول له انها هتهرب من البيت، وبتديله رقم يعرف يوصل لها بيه، وبتطلب منه ما يديش الرقم ده لابوها، بس البطل بيقول لها ان حبيبها شخص وحش، فبترد عليه وبتقول له ان ابوها كمان شخص وحش، وبيبقى حبيبها مستنيها تحت البيت، وبيشوفها ابوها وهي بتهرب بس مش بيعمل حاجة، وبنشوف البطل وهو ماشي بالعجلة وبيوصل لمكان صغير، بس بتكون في ست وراجل بيراقبوا المكان، واللي هنعرف من الاحداث انهم شرطيين، وبيدخلوا علشان يتكلم مع مجموعة من الشباب اللي كلهم بشرتهم سودا، وبنعرف ان اسمهم جماعة كاري، وانهم تجار مخدرات، وبيسألوه عايز ايه، وبينادوله بالولد الابيض، وبيقول لهم انه عايز يعمل معاهم صفقة، وهنا بنكتشف ان ابو البطل بيتاجر في الاسلحة، وبيعرض عليهم البطل الكلاشينكوف المعدل اللي فيه كاتم للصوت، وبيقول لهم ان سعر الواحد $1500، بس هو ممكن يقبل $1000 بس عشان هم زباين جداد عنده، وفعلا بيشتروا، وبيقولوا الواحد منهم انهم عاملين حفلة بالليل وانه يقدر يجي، وفعلا بيروح الحفلة وبيقابل الولد اللي عازمه، وبيقول له ان بنت اخو العمدة موجودة في الحفلة، وبنعرف ان اسمها كاسي، وان جوني رئيس العصابة بيحبها، وهنا بيصحى البطل تاني يوم وبيلاقي 2 شرطيين بيحققوا مع ابوه عن بيعة الاسلحة، وبينزل علشان يشوف في ايه، وبيسألوه عن الشباب اللي راح لهم، وبنعرف ان هم عصابة مش معروفة، وبيقول لهم انه ما يعرفش حاجة عنهم، وبتوري له الشرطية صورة رئيس العصابة، بس هو بيقول ان ما يعرفش حاجة عنه، وبنكتشف ان هم دول اللي كانوا بيراقبوا المكان، وبيتدخل ابوه وبيطلب منهم انهم يمشوا من البيت، وبنعرف ان البطل صاحب مجموعة من العصابة، وبيلاقي في الزبالة دبدوب كبير مرمي، وبيقول انه هيديه هدية لاخته، وبيروحوا له الشرطيين،
فبتطلب منه الشرطية انه يركب معاها، فبيسألها ليه وبتقول له انه معاهم حد عايز يكلمك، وبنعرف ان اسمه جاكسون وانه من شرطة مكافحة المخدرات، وبياخدوه وبيجيبوا له برجر وبيسألوه لو كان شرب مخدرات قبل كده، بس بيقول لهم لا، فبيسألوه عن اخته فبيتضايق وبيبقى هيخرج من العربية، بس جاكسون بيمسكه ولسه هيضربه، بس الشرطية بتمنعه وبتوريه صورة الراجل وبتقول له انه مات مقتول برصاصة في دماغه، وانهم لقوا السلاح بس مش عارفين مين اللي قتله، وبيسألوا الشرطة عن السلاح اللي ابوه بيشتغل فيه ده كان مترخص ولا اشتراه من معرض، وبيقولوا له انهم عايزينه يشتغل معاهم ويروح يشتري المخدرات كأنها لاخته علشان يقدروا يعرفوا اماكن بيعها، فبيوافق وبيقول لهم هياخد $300 وبيوافق وبيطلع سلاحه قبل ما ينزل، بس بيقول له بلاش اسلحه وبياخدوه منه، وبينزل البطل وبيروح لمكان بيشتروا منه المخدرات، وده بيخلي الشرطه تعرف مكانهم، وبيرجع البطل البيت وبيلاقي ابوه نايم فبيخبي الفلوس منه، وبيقرب البطل من واحد من العصابه واسمه بو، وبيروحوا سوا لمحل بدل علشان يشتروا بدل يحضروا بيها فرح جوني رئيس العصابه على كاسي بنت العمده، وبعديها بيروح البيت علشان يجهز وبيسأله أبوه لو ممكن يجي معاه، بس البطل بيقول له إن الفرح للمعزومين بس، وهنا بنشوف البطل وهو في الفرح وبيشوف واحد واقف مع جوني، وبيسأل البطل صاحبه عن الراجل ده وبيقول له إن اسمه آرت ديرك وإنه تاجر مخدرات، وبيروح صاحبه علشان يسلم على الراجل ده، وبتشوف كاسي البطل وبتروح تتكلم معاه وبتقول له إن جوني مهتم بالشغل حتى في يوم فرحه، وبتقول له إن شيك جدا، وبتمشي وبيخلص الفرح وبيكون البطل وبقية العصابة راكبين عربية وبيشوفوا بنتين ومنهم واحدة اسمها براندا، وبتطلع صاحبة البطل في المدرسة وبيركبوا معاها العربية وبيروحوا مكان زي السينما، وبيقعد البطل مع براندا وبيتكلم معاها وبيسهروا سوا، وبيكمل البطل شغله مع الشرطة اللي بيطلبوا منه انه يبيع المخدرات مقابل $4000، وفعلا بيوافق وبيعمل المخدرات وبيبيعها وبيخبي الفلوس من ابوه، وبنوصل لسنة 1985 وبنشوف ابو البطل وهو بيبيع السلاح لست في الشارع، وبيشوف ابنه وهو راكب في عربية الشرطة، وبيروح البيت وبيدخل أوضة ابنه وبيفتش فيها وبيلاقي علبة مخبي فيها الفلوس تحت السرير، وبيرجع البطل البيت وبيكون ابوه مستنيه وبيقول له انه شافه في العربية بتاعت الشرطة، وبيسأل ابوه انه ازاي يوافق يعمل كده ويساعدهم وانه ابنه، بس البطل بيقول لهم ان كانوا هيحبسوه، وبيقول لابوه حتى لو كانوا هيحبسوه ما كانش المفروض يوافق، وبيشوف البطل العلبة اللي فيها الفلوس مع ابوه وبيقول له ان دي العلبة بتاعته، وبيسأله انه فتش في حاجات فبيقول له ايوه، وانه لقى معاه $9782 في العلبة، وان ازاي ولد عنده 15 سنة يبقى معاه المبلغ ده من غير ما ابوه يعرف، وبيتخانقوا سوا، بس البطل بيقول له انه لازم يشكره فبيضرب ابوه بالقلم، بس البطل بيقول له انه يخلي الفلوس معاه وانه محتاجها اكتر منه علشان يفتح المحل اللي بيحلم بيه، وبيبقى متضايق من اللي عمل ابوه، وبيخرج البطل من البيت وبياخد معاه الدبدوب اللي لقاه لاخته وبيركب العربية بتاعت جده وبيروح يقابلها، وهنا بنشوف البطل وهو مستنيها في الكافيه، وبتوصل اخته وبيقول لها ان شكلها مش كويس وبيطلب منها انها ترجع البيت، بس هي مش بتوافق وبتسأله ايه اللي حصل، بس فجأة بتتسرق العربية وبيحاولوا انهم يمسكوا الحرامي وبيضربوا عليه نار، بس بيقدر الحرامي انه يهرب وبيتقبض عليهم علشان ضربوا نار في الكافيه، وفي القسم بيقابل الشرطيين اللي بيساعدهم وبيعرفوا انه متهم في الشروع في قتل وحيازة سلاح، وبيقولوا له في المحكمة مش هيحضر الشرطي اللي قبض عليه علشان كل التهم تقع من عليه، وبيرجع البطل البيت مع ابوه بيقابلهم جده اللي بيكون متعصب وبيقول له انه يخرج من العربية، فبيقول لابوه ان جده معاه حق، بس البطل بيقول له انه ما سرقش عربية جده وانه خدها واتسرقت منه، وبيقول لابوه انه فاهم شعوره لما اخته مشيت، فالبطل بيقول له انه لازم يروح يرجعها، وبيروح البطل للعصابة وبياخدوا بو وجوني في اوضة لوحديهم علشان يتكلموا عن اللي حصل في الكافيتيريا، وبيقول لهم البطل انه ما جابش سيرتهم، بس جوني بيقول له انه عارف انه بياخد منهم المخدرات وبيبيعها هو للبيوت، وبيعرفوا ان مكتب التحقيقات بيراقب البيوت، وبيقول له انه لو عايز يبيع فهو يقدر يروح عنده، ولو عايز يفضل يبيع لوحده يبعد عنهم علشان لو اتمسكوا هيتحبسوا. وهنا بنشوف العصابة وهم قاعدين في بار، وان في واحد اسمه ليون بيتكلم مع رئيس العصابة وبيقول له انه حجز لهم كراسي امامية لمباراة مصارعة للمصارع تومي هارنس، وبيسافروا في غاز علشان يحضروا المباراة، بس بيتفاجئ رئيس العصابة ان كل الكراسي الامامية محجوزة من الناس الكبار، وبيزعل جدا وبيحس
بيحس ان ليون خلى شكله وحش قدام مراته وباقي العصابة، بس بيدخلوا المباراة وبيخسر تومي، وده بيخليه يزعل اكتر، وبتطلع العصابة على البار وبيكون في واحد بيتريق على رئيس العصابة علشان ما خدش الكراسي اللي جنب الحلبة، وبيتعصب رئيس العصابة وبيضربه، بس الناس بتقدر تفك الراجل منه وبيرجعوا تاني. وهنا بنشوف ليون وهو خارج من بيته وبيسيب ولاد اخوه اللي عايشين معاه لوحدهم، وفي نفس الوقت بتظهر رجالة لابسين ماسك وبيضربوا نار على البيت، وبتيجي طلقة في ولد منهم وبنعرف ان اسمه ديميون، وبيكون البطل قاعد مع جدته بيتفرجوا على التلفزيون وبتعلن الاخبار عن الحادثة وان الموضوع ليه علاقة بالمخدرات، وبنعرف الولد مات. فبيرجع البطل بيته بس ابوه بيفتكره حرامي، فبينزل بالمسدس علشان يضربه، بس بيعرف انه ابنه، وبيقول له البطل انه بيدور على مسدس علشان جدته مخبيه المسدس بتاعه. فبيسأل ابوه امتى راجع من السفر، فبيرد عليه انه سافر مسافة طويلة علشان يروح يشوف واحد بيتهزم، وانه هناك قابل بنت، فبيقول لابوه انها بنت يهودية، وبيعرف ابوه ده علشان البطل كان لابس نجمة داوود، بس البطل مش بيكون فاهم قصده، وبيقول لابوه ان النجمة دي يهودية وان اصحابه دول اغبياء وهو كمان غبي. فبيرد عليه البطل وبيقول له انهم مش فشلة ومش فقراء، وانهم مش بياخدوا فلوس من ابهاتهم، بالعكس بيدوهم. فبيسكت ابوه وبيعرفه مكان المسدس، بس بيقول له ان اصحابه هيضيعوه وانه عايزه يرجع المدرسة، بس البطل بيستخف بكلامه. وبيروح البطل عند العصابة وبيكون رئيس العصابة بيتكلم في التليفون، وان في واحد بيقول له انه مش هيعرف يستتر عليه وانه لازم يخبي كل الاسلحة اللي عنده. وهنا بنعرف ان جماعة كاري هم اللي ضربوا النار على بيت ليون، وبيتعصب رئيس العصابة وبيقول لرجالته انهم يخلوا بالهم علشان الخطر هيبقى عليهم وعلى عيلته كمان. فبيخرج البطل وهو متعصب، وبتروح لعربية الشرطة وبيبقوا عايزين يتكلموا معاه عن الولد اللي مات، بس هو بيسيبهم وبيمشي وبيقول لهم انه وقف شغل معاهم. وبيجي تاني يوم وبنعرف ان البطل عايش مع جده وجدته بعد الخناقه اللي حصلت مع ابوه، وبيشوف ابوه وهو بيركب العربيه، فبيروح له وبيقول له انه موافق يرجع المدرسه، بس بيكون مع ابوه اسلحه كتير. فبيساله البطل عليها، فبيقول له انه في راجل بدلها معاه وساب مع الاسلحه سمكه جولد وانه لازم يتخلص منها. وبيدخل البطل البيت علشان يشوف ايه السمكه دي، وفي نفس الوقت بيروح للبطل واحد من العصابه اسمه الناغ وبيشوف السمكه وبيساله عنها، وبنتفاجئ انه بيضرب البطل بالنار وهو بيقول له انا اسف. وبنشوف ابوه وهو في المستشفى، وبتوصل الشرطه وابنه في اوضه العمليات وبيسال مين اللي عمل كده، وبيعرفوه انه واحد من جماعه كاري. فبيتعصب وبيقول انه هيقتلهم كلهم. وبتروح اخت المستشفى وبتشوف اخوها في العمليات، وبنعرف ان ابو البطل بيراقب العصابه. وتاني يوم بيصحى البطل وبيتكلم مع اخته اللي بتكون قاعده معاه، وبتروح الشرطيه علشان تطمن عليه وبتجيب له هدايا، وبتساله مين في افراد العصابه اللي عمل كده، بس هو مش بيرد عليها. فبتقول له ان كده كده مش فارق علشان هم قبضوا على كل العصابه. وبيرجع البطل البيت مع ابوه تاني، وبيقول لابوه انه اكيد متحمس انه هيرجع ينام في سريره تاني. وبيساله البطل عن اخته رجعت البيت ولا لا، بس ابوه بيقول له لا، وان شكل تاي ساب لها البيت وبتكون جدته سايبه له هديه على السلم. وبيقول لابوه ان كل حاجه هتتحسن، بس الاول هو يخف. وبيسنده علشان يدخل البيت، وبيطلب من ابوه انه يرجع المدرسه، بس هو بيقول له انه مش هينفع بعد ما اتضرب عليه نار، وان المدرسه شايفه انه بقى خطر على بقيه الطلاب. وبيقول له انه في معارض اسلحه ممكن يسافروا ويروحوها، وبيوافق البطل. وبتيجي سنه 1986 وبيكون البطل نايم وبيصحى على صوت تخبيط، وبيفتح الباب بيلاقي طفل اللي بيساله هو ريكي، وبيقول له فبيقول له الطفل ان اخته خلفت منه وانه ابو الطفل. فبيسالوه مين اختك، وبنتفاجئ انها براندا. وبيقول له البطل انه ما قابلش اخته بقاله كتير، بس الطفل بيقول له ان البنت خلفتها بيضه زيه، وبيعرفه ان اسمها كيشا. وفي نفس الوقت بيجي ابوه وبيقول له الطفل انه بقى جد، وبيقول للبطل انه يكون راجل ويكلم اخته والا هيرجع تاني ومش من مصلحته انه يرجع. وفعلا بيروح البطل وابوه عند براندا وبيشوف بنته وبيكون فرحان بيها، وبيشيلها جدها وبيكون هو كمان فرحان بيها. وهنا بنشوفهم وهم راجعين البيت، وابوه بيقول له انه هيبقى اب جميل، وبيكلموا عن احلامه في انه يفتح محل العاب فيديو. بس البطل بيقول له ان الامور مش هتتغير، وبيعرض على ابوه انهم يشتغلوا في المخدرات، بس ابوه بيرفض وبيكونوا هيعملوا حادثه. وبيحاول البطل انه يقنع ابوه انهم يتاجروا في المخدرات، بس ابوه بيقول له انه خسر اخته ومش عايز يخسره هو كمان.
كمان، بس البطل بيقول له انه مش هيخسره ابدا، وان هو كان بيبيع للناس كل يوم وبياخد فلوس قليله، بس دلوقتي هو يقدر يساعده وياخده فلوس اكتر. وبيوافق ابوه، وبيروح البطل لارت ديرك اللي كان في فرح رئيس العصابه وبيشتغل معاه وبيتاجر في المخدرات. وبيروح البطل مع ابوه علشان يرجعوا اخته، بس هي بتبقى مش راضيه ترجع، فبياخدها ابوه بالعافيه وبيحبسها ويمنعها عن المخدرات، وبتتعصب جدا وبتبقى عايزه تخرج، بس ابوها مش بيوافق يخرجها وبيدخل لها تلفزيون علشان ما تزهقش. وبنشوف ان بدات تهدى وان تاثير المخدرات عليها قل، وبنشوف البطل وهو بيحط المخدرات جوه الحلويات وهو بيبيعها علشان ما يتمسكش، وبينجح انه يكون عصابه. وبتيجي سنه 1987 وبيكون بقى معاهم فلوس كتير، واخته بقت كويسه وبتخرج من حبسها، وبقى عندهم مكان مخصص بيعملوا فيه المخدرات ويحطوها جوه الحلويات. وبنعرف ان براندا بقت عايشه معاهم، وبيقول البطل لاخته انه هيخرج مع اصحابه لو عايزه تيجي، بس بتقول له انها وعدت جدتها انها هتساعدها في الحلويات. وبيخرج البطل مع اصحابه وبيروحوا بار، وهناك بيقابل كاسي وبتقول له انها السبب في انه يبقى جوني وانها ساعدته كتير، بس هو دلوقتي في السجن وده بيخليها وحيده. وبتقول له ان السبب اللي مخليهم هما الاتنين بره السجن انهم اذكياء. وبيسهر البطل معاها، ولما بيرجع البيت بيلاقي ابوه قاعد بره علشان يراقب اخته اللي عند جدتها علشان ما تهربش، وبيطلب منه البطل انه يدخل وهو هيراقبها، بس ابوه مش بيرضى، فبيدخل البطل ينام. وتاني يوم بتهجم الشرطه على بيتهم وبيقبضوا على البطل اللي كان معاه 650 جرام من المخدرات، وان الكميه دي تحبسه مؤبد. وبيروح ابوه بيخرجه مؤقت لحد ميعاد المحكمه، وبيقول لهم الشرطه هي اللي خلته تاجر مخدرات. وبيروحوا للشرطيين اللي كان بيساعدهم، وبيهددهم ابوه انه ممكن يروح للصحفيين ويقول لهم ان هم السبب، بس الشرطيه بتقول له انهم مش هيصدقوه، بس بيقرروا يساعدوه، وبيعرفوا انه لازم يشوف حد تاني يشيل معاه علشان العقوبه تتخفف من عليه. وساعتها هم فكروا انه يروح لكاسي ويطلب منها المساعده، ويقول لها ان عنده شحنه كبيره وعايز يامنها، وبكده تبقى شريكته وتتحبس معاه، وبكده هيتخفف الحكم عليه. وبيرفض البطل الفكره علشان كان حاسس بمشاعر ناحيتها، بس ابوه بيقنعه وبينفذ الخطه، وبالفعل بتساعده كاسي فعلا، وبيعلن الاعلام عن القبض على اخوه وبنت العمده، وان البطل هو السبب، وان عقوبته هتكون السجن المؤبد. وبنوصل ليوم المحكمه وبيحكموا عليه بالسجن المؤبد، وبتكون في عربيه بتوديه سجن في مدينه تانية، وبيخلص كل الاجراءات وبيدخلوه الزنزانه في سجن مشدد. وبيروح ابوه للشرطيين اللي قالوا له انهم هيساعدوا ابنه، فبيروح للشرطيه اللي بتقول له انهم ما وعدهوش باي حاجه، وانهم حاولوا مع القاضي ومرضيش، فبيتخانق معاها. وبيروح للشرطي التاني اللي بيقول له ان هو مش هيقدر يساعده، وان ابنه اتمسك بكميات كبيره جدا. وبنشوف هنا ابوه واخته وبنته اللي كبرت وبقى عندها سنه وهم بيزوروه في السجن، وبيتكلم البطل مع اخته وبيسالها عامله ايه، وبتقول له انها زعلانه ان هو محبوس. وبتكون بنته معاها وبتقول له انها بتكلمها عنه كل يوم في الصوره، وبيطلب منها انها تفضل توريها صورته. وبيجي ابوه ويتكلم معاه، وبيقول له البطل انه حاسس انه ميت جوه السجن، بس ابوه بيقول له انه صاحبه الوحيد والمفضل. وبيعيط البطل، وبتخلص الزيارة وبيخلص الفيلم على كده. وفي نهاية الفيلم بنعرف ان البطل فضل 30 سنة محبوس وخرج، وان كل اللي اتحبسوا خرجوا قبل البطل حتى جماعة كاري، وان ابوه مات سنة 2014، وان بنته كبرت واتجوزت وبقت ام لطفلين، وان البطل نجح في انه يحافظ على علاقته ببنته طول فترة سجنه، وانه كان حاسس لما خرج من السجن بفرح شديد، وان اول سجين مش عنيف ياخد مؤبد.